عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من موشن ويزارد. ودي مش مجرد حلقه جديده، دي سلسله كامله هنتكلم فيها عن اهم جزء في الشيب لايرز. الجزء ده بنسميه الاوبريتورز، والاوبريتورز ببساطه هي اوامر بنضيفها للشيبس عشان نغير شكلها او حركتها، زي الترم باث او الريبيتر او الويجل باث او غيرهم كتير، واللي بنقدر نوصل لهم بالقائمه اللي موجوده هنا لما بنعمل اي شيب لاير، وبيكونوا في الجزء اللي هو من اول ميرج باث لحد زجزاج. هنبدا النهارده باول واشهر اوبريتور معانا وهو الترم باث. اول حاجه هنعملها هنفتح نيو كومبوزيشن نسميه ونختار المقاسات بتاعته من هنا. بعدين من هنا نكتب 1000 عشان خاطر يطلع لنا 10 ثواني، وبعد كده ندوس اوكي. ندوس كنترول واي عشان خاطر نعمل سوليد جديده وندوس اوكي. بعد كده كنترول ال عشان نعمل لها لوك ونقفلها. بعد كده بنعمل شيب لاير، وهنا عندنا اكتر من طريقه، اما ان احنا ندوس على حرف الجي من الكيبورد عشان خاطر نرسم باث بالشكل ده، او ان احنا ندوس على حرف الكيو من الكيبورد عشان خاطر نرسم دايره او اي شكل احنا عاوزينه، او ندوس هنا دوسه مطوله ونختار الشكل اللي احنا عايزينه. فندوس هنا على إلابس تول، بعد كده نرسم دايره بالشكل ده، وبعد كده نحركها في المكان اللي احنا عاوزينه. وطبعا من هنا نقدر نتحكم في الستروك. في نقطه مهمه جدا محتاجين نعرفها، وهي ان انا لما باجي اعمل ترم باث يفضل ان انا بكون بشتغل بالستروك فقط، وهنشوف دلوقتي ايه المشكله لما بنيجي نتعامل مع الفل في الترم باث. فدلوقتي اول حاجه هنقف على اللاير بتاعه اللاين اللي هنا، ومن هنا اد، بعد كده ندوس هنا ترم باث. او في طريقه تانية ان انا ادوس هنا على السهم ده، بعد كده ادوس على السهم ده، بعد كده اختار من هنا ترم باث. بعد كده من هنا افتح خصائص الترم باث بتاعتي. هنلاقي عندنا 3 قيم زي ما انتم شايفين. اول حاجه الستارت، بعد كده الاند، بعد كده الاوفست. وعشان نفهم الافتر افكت بيحدد الستارت والاند على اساس ايه، خلينا هنا ندوس على شيب وندوس على باث. ولو زومنا هنا هنلاقي ان النقطه دي شكلها مختلف عن النقطه دي. لو زومت بالشكل ده هتلاقي المربع ده كانه مربعين فوق بعض. فلو دوست هنا ودوست كليك يمين واخترت هنا عند ماسك اند شيب باث، هنلاقي حاجه اسمها سيت فيرست فيرتكس. لو دوسنا هنا هيخلي دي النقطه اللي في الاول. طيب دي كده النقطه اللي في الاول، فلو حركت من هنا الستارت بتاعي فبالتالي هو بيعمل ازاحه لنقطه الستارت. لو انا جيت عند الباث ودوست هنا وعملت زي ما عملت من شويه واخترت ان هي دي النقطه الاولانيه، هتلاقي الموضوع بيتحرك بشكل مختلف. طيب ليه هو في الاول اختار لي النقطه دي؟ لان دي النقطه اللي انا رسمت على اساسها، بس ساعات بعد ما برسم بكتشف ان انا عاوز الحركه ما تبقاش من النقطه اللي انا بدات بيها رسم. لكن في الحاله بتاعتنا دلوقتي انا عاوز اخلي دي النقطه بتاعتي اللي هبدا بيها عادي، تمام؟ وبالتالي انا اقدر اتحكم من نقطه البدايه من هنا ومن نقطه النهايه من هنا. طبعا اشهر حاجه الناس بتستخدم بيها الترم باث ان هي بتعمل لاين بيبدا وينتهي، او بيبدا وما ينتهيش. على سبيل المثال انا عندي نقطه الستارت هنا مش عاوز احرك، لكن الاند عندي عاوز بعد ثانيه الشكل ده او اللاين ده يكون اتكون. فباجي بعد ثانيه هنا كده وبدوس على علامه الساعه او الستوب واتش، بعد كده باجي في الاول خالص واخلي دي 0%. بعد كده علمت على الاثنين كده ودوست F9، وبعد كده جيت هنا ودوست ان عشان اخلص الشكل بتاعي او اخلص الحركه بتاعتي واتفرج اشوف، هلاقي كاني برسم اللاين. ده اول استخدام ليها. الاستخدام الثاني واللي الناس بتستخدمه بشكل كتير جدا ان انا باجي في الاول بخلي الاثنين 0، بعد كده باجي في الاخر بخلي الاثنين 100%. طيب انا كده عملت ايه؟ طبعا احنا ما حطناش كي فريم. بحط كي فريم هنا، بعد كده بخلي الاثنين 0 هنا، بعد كده بعمل الاثنين F9. طبعا انا هنا ما عملتش اي حاجه، مفيش اي حاجه ظاهره عندي. لكن لو مسكت الاثنين كي فريم بتوع الستارت وعملت ازاحه بسيطه كده، وبعد كده زودت دي شويه وشغلت، هلاقي كأن انا عملت خط بيترسم. الاستخدام ده طبعا بنشوفه كتير وبيتعمل بشكل كتير جدا جدا جدا. طيب ايه كمان ممكن اعمله؟ طيب الاوفست دي لازمتها ايه؟ انا ممكن دلوقتي اقف في النص كده والغي الاند والستارت، فهيقف لي عند القيمه، هيلغي لي الكي فريمات خالص وهيقف لي عند القيمه اللي انا موجود عندها دلوقتي. طيب لو جينا مسكنا الاوفست هنا وحركنا بالشكل ده، هنلاقي الشكل كانه عمال يتحرك. فلو جينا في الاول خالص وحطينا كي فريم هنا، وبعد كده جينا في الاخر هنا ومدينا دي حتى شويه بعد 3 ثواني وعملنا كي فريم وخلينا دي تلف 360 درجة زيادة، فخلي دي مثلا 3 كده، لفينا 360 و 360، لان هنا من 0 ل 360. ولو خدتوا بالكم كل ما ازود 360 درجه بتزيد هنا لفه كامله. فلو علمت على الاثنين كي فريم هنا ودوست F9 وشغلت، هنلاقي كأن اللاينات عماله تتحرك بالشكل ده. وطبعا لو سحبت الكي فريم بتاعي خارج المشهد خالص وشغلت، وشلنا الايزنج كمان عن طريق ان انا بدوس كنترول وبضغط على الكي فريم وشغلنا،
هنلاقي كأن عندنا خطوط سرعة بتمشي ورا اوبجكت او ورا حاجة معينة، وطبعا زي ما هو واضح فالموضوع ده ليه استخدامات كتير. طيب اخر اوبشن معانا هنا في الترم باث حاجة اسمها ترم مالتيبل شيبس، ودي بستخدمها لما بيكون عندي اكتر من شيب في نفس اللاير. خلينا الاول نقفل اللاير دي ونركز على اللاير اللي هنسميها وليكن لاينز. بعد كده نعمل له دوبليكيت من هنا، بعد كده نمسك الباث التاني ده ونقف هنا كده ونحركه بالشكل ده، وبالتالي بقى عندنا 2 باث في شيب لاير واحده داخل لاير اسمها لاينز. عارف ان الموضوع يلخبط شويه، بس الموضوع ده بيسهل علينا كتير جدا قدام، وبيوفر علينا وقت، وبيخلينا ان احنا نعمل اكتر من حاجه على نفس اللاير. فدلوقتي لو شغلنا هنلاقي الخطين بيتحركوا مع بعض، وده ساعات انا بحتاج اعمله لما بحتاج اللاينات يكونوا بيتحركوا مع بعض. طيب ساعات بكون محتاج ان الدنيا تكون مختلفه، فلو فتحنا الترم باث وشفنا هنا الاختيار ده اللي هو سيميولتانسلي، فهو ده اللي بيخليهم يتحركوا مع بعض. الكلمه دي ترجمتها بالعربي معا، او الحاجات بتمشي مع بعض. لكن لو دوست هنا واخترت individually هنلاقي الخطوط بتتحرك بطريقه غير متزامنه، وبالتالي بيديني شكل مختلف خالص. طبعا اقدر اجي هنا وامسك الباث ده وارفعه شويه كده، بعد كده امسك الاثنين دول واعمل لهم دوبليكيت كنترول دي تاني، بعد كده افتح الباث وابدا احرك كل واحد، وبالتالي بقى عندي اكتر من 4 أو 5 بحركهم بشكل مختلف. لما نيجي نشغل كده كأنها خطوط سرعة أو لاينات ممكن استخدمها بأي طريقة بأي تخيل أنا عاوزه. طبعا الترم باث مش بس بيشتغل على اللاينات، لكن زي ما قلنا لو أنا عندي دايرة بالشكل ده وفتحت هنا حتى مش لازم أكرر الشغل اللي أنا عملته ودوست على الكونتنت وخدت الترم باث من هنا ودوست كنترول سي ومن هنا كنترول في، هنلاقي إن هو هنا بيعمل نفس الموضوع بالظبط. لكن لازم ناخد بالنا من نقطة في غاية الأهمية. في المكان اللي أنا وقفت فيه ودوست كنترول في، من هنا بيبدأ يحسب الكي فريمات بتاعتي. يعني لو دوسنا كنترول زد تاني وبعد كده وقفت من هنا من عند الثانية 3 ودوست كنترول في بعد كده دوست يو، هنلاقي الكي فريمات بدات من الحته اللي هنا، مش لازم يبداها من البدايه زي الاولاني. دي اول نقطه. النقطه الثانيه زي ما قلنا من شويه، لما نقف على الشيب لاير بتاعتنا ونختار هنا الإلابس تول وندوس على حرف الفي من الكيبورد عشان خاطر ندوس هنا فيل، وليكن اخترنا فيل لونه احمر وحطيناه. تعالوا بقى كده نشوف الحركه بتاعتنا. نفتح التيرن باث، نلغي الاوفست خالص ونبدا نحرك في الستارت والاند بالشكل ده. لو خدنا بالنا ان هو بيكون الفيل بشكل سيء جدا، يعني احنا متخيلين ان احنا لو عملنا تيرن باث ان هو هيبدا يملاها كانها ميه او ازازه او حاجه زي كده. لا، هو بيحرك الفيل زي ما بيحرك الباث بالظبط، او زي ما بيحرك الستروك. وبالتالي احنا في الاغلب بنسبه 99% مش بنستخدم التيرن باث مع الفيل. التيرن باث دايما بنستخدمه مع الستروك، سواء خطوط مستقيمه، خطوط متعرجه، دواير، مربعات، اي حاجه. التيرن باث من اهم الحاجات اللي بنستخدمها بشكل ثابت وبشكل دائم، سواء في شغل الانيميشن بصفه عامه، في شغل الموشن جرافيك. عشان كده مهم جدا انك تحاول تشوف الفيديو اكتر من مره، تحاول تطبق. الموضوع بسيط جدا، لكن محتاج انك تشوف الفيديو اكتر من مره، ومحتاج انك تطبق اكتر من مره لحد ما تحفظه وتستوعبه وتتعود على التكنيكات بتاعته. في الفيديو الجاي من السلسله هنتكلم عن تاني اوبريتور معانا، وهو اوبريتور في غايه الاهميه. الاوبريتور ده هو ريبيتر، وتقدر تعمل بيه اشكال معقده وحركات في غايه الجمال وفي غايه الصعوبه، او تبدو كده بطريقه بسيطه جدا وسهله جدا. فخليك متابع القناه وخليك مهتم عشان خاطر تتعلم حاجه جديده معانا ان شاء الله. اشوفكم من الفيديو الجاي. سلام يا اصدقاء.